عملنا مع بعض الفينو بطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا برضو فطائر محشية بالعجوة، وبالعجوة كمان كنا عاملينها، وعملنا مع بعض المنين أو كعب الغزال، وعملنا برضو بوريك الأفران بحشوة جميلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حاجة كده. هنعمل النهاردة القرص بالقرفة لعشاق القرفة، بقى حاجة كده يعني بتتكلم عن نفسها. تعالوا نقول بقى ايه كل التكات والحركات اللي تطلع معاكي العظمة اللي انتوا شايفينها دي. شكلها حلو وطعمها حلو وهشة جدا جدا، وفي نفس الوقت مقرمشة. عارفين انتوا الحاجة اللي بتجمع ما بين الطراوة والقرمشة في نفس الوقت، يعني حاجة كده بجد بجد. ولا تقولي بقى من الأفران ولا كل الكلام ده، احنا عاملين حاجة كده عظمة وجميلة جدا وموفرة. وهقولك كمان انا عجناها بايه، يعني كلها حاجات موجودة في قلب البيت. مش حاجة مكلفة ولا حاجة، وكل الحكاية شوية قرفة وشوية سكر وهتطلعي قرص بقرفة بجد بجد، يعني حاجة كده فوق الخيال. الحجم كله ما شاء الله ممتاز، شكل بعضه حاجة كده يعني على الميزان. التسوية مظبوطة مليون المية. مش يعني مش ناشفة ومش طرية قوي، وفيها كل الوصفات اللي تخليكي اصلا تحبيها. انا اولا والله يا جماعة يعني عملتهم ما شاء الله، عجبت كل اللي دقها يعني. فبشهادة يعني بشهادة الجميع يعني، فجربوها ان شاء الله مش هتندموا ابدا. من جوه شوفوا عاملة ازاي، يعني قطن يا جماعة كده، قطن من جوه. عاملاها في قرمشة، يعني الطبقة اللي فوق دي مقرمشة زي ما انتوا شايفين اصلا، واخدة وضع اللي هي المنفوخة كده ومقرمشة. وفي نفس الوقت الحتة دي تشوفوا طرية جدا جدا. حلوة وسهلة في الأكل للأطفال وللكبار وللشباب يعني. حلوة بجد بجد، بتجمع فيها يعني حاجات كتير. وشكلها وطعمها حلو كده، وحاجة يعني فلة. دي كانت واحدة فضلت كده من غير ما حشيتها حاجة. شوفوا يعني اللي مصبره بس ما كمل تصوير. شوفوا يعني جميلة جميلة جدا. دي واحدة ما كانتش محشية خالص. فجربوها جربوها ان شاء الله مش هتندموا ابدا عليها وعلى طريقتها. حاجة كده يعني فلة فلة بجد بجد. وصفة تحفة وبمقادير مظبوطة مليون المية وعلى ضمانتي ان شاء الله، بس نجربها احنا بس و... وان شاء الله تتبسطوا منها. تسوية مظبوطة، تسوية يعني حاجة كده بتتكلم عن نفسها. قبل بقى ما نقول اي حاجة كده، تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول كده، ونشوف احنا عملنا ايه، وندخل على المقادير واحدة واحدة ولا اسهل من كده. اول حاجة معانا ايه؟ معانا 700 جرام دقيق. بص بقى، يعني تقدري تعملي اي بقى كمية دقيق متوفرة عندك، ولكن انا بقولك الكمية اللي انا عملتها بالظبط. معايا 700 جرام من الدقيق، هحط عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات العادية. تمام. وبعد كده هحط رشة ملح. دي المكونات الجافة اللي انا هضيفها على الدقيق. 700 جرام دقيق، كيس من الفانيليا، وهحط ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة الملح بتاعت كل المعجنات اللي هتظبط لي الدنيا. هبدأ بقى اقلب المكونات الجافة دي كده كلها مع بعضها، وهركنها ايه على جنب، ونشوف ان شاء الله المكونات السائلة هتكون عاملة ازاي. انا بقى هعجن النهاردة، مش هعجن بلبن ومش هعجن بمية ومش هعجن بزبادي، هعجن بشرش الجبنة القريش اللي كنا عاملينها مع بعض. بصوا بقى، يعني احلى معجنات في الدنيا تاكلوها من الشرش بتاع الحليب ده. انا كنت عملت الجبنة طبعا من 4 كيلو لبن لو تفتكروا الفيديو، فانا شلت الشرش بتاعها قسمتهم على اكياس تلاجة، علشان قلت كل كيس مثلا اطلعه لنوع عجينة معين. تمام. يعني ما يعني حطيتهم كده كلهم في اكياس، قسمتهم على الاكياس بحيث ان ايه تكون مقضية على كمية الدقيق اللي انا هطلع. عملت ايه بقى في الشرش بتاع اللبن ده؟ بتعادل الكنكة دي فيها كوبايتين شرش، او كوبايتين ونص. تمام، كوبايتين ونص شرش من بتاع الجبنة القريش اللي احنا كنا عاملينها. حطيت عليهم 3 معالق كبار سكر عادي حبيبات، وحطيت عليهم كيس من الخميرة الفورية. تمام.
حطيت سكر وحطيت كيس خميرة على كوبايتين ونص شرش، علشان طبعا زي ما احنا عارفين الخميرة بتتفاعل مع السكر أسرع. احط بقى على المكونات الجافة دي كوباية من السمنة على الزيت، سمنة على زيت. لو انت عايزة تحطي سمنة يعني كلها تمام، لو انت عايزة تحطي زيت ماشي تمام. انا حطيت سمنة على زيت، هاخد الطعم الحلو والطراوة من السمنة، وهاخد القرمشة البسيطة اللي انتوا شايفينها في وش القرصة دي هاخدها من الزيت. تمام. كل حاجة انا بضيفها عارفة انا بضيفها ليه ويعني وهي هتعمل ايه. تمام. فلو انتوا ان شاء الله عملتوها وجربتوا الطريقة او المقادير يعني مظبوطة، هتاخدوا نتيجة احسن كمان من اللي انا عاملاها. تمام. هقول تاني، انا حطيت زيت على سمنة علشان اخد الطراوة زي ما قلت من السمنة والقرمشة البسيطة دي من الزيت، يعني الاتنين بيكملوا بعض. ولكن انت لو عايزة تستخدمي حاجة واحدة من الاتنين يبقى تمام. حد مثلا يقول لي يا مروة طب انت ما حطيتيش خل ليه؟ طبعا احنا عارفين ان معلقة الخل بتزود الهشاشة في المعجنات وبتدي لها طراوة من جوه جميلة جدا. انا ما حطيتش خل علشان طبعا شرش الجبنة اللي انا مستخدماه، انا مروبة اللبن بتاعي، وطبعا اللبن ده الشرش ده كله بيكون من بيكون فيه طراوة، يعني بيدي العجين طراوة. فانا ما استغنيت عن معلقة الخل دي علشان الشرش اللي انا مستخدماه هو بيكون طري جدا جدا، وبخلي المعجنات بتاعتي طرية، ومش مش بحتاج لخل ومش بحتاج لأي حاجة. تمام. انا لما اكون مثلا عامله اي معجنات فيها شرش جبنه، جبنه بقى موتزاريلا مثلا مروبينها بخل او قريش او كل الكلام ده، ما بحطش ابدا خل لان باخد الطراوه كلها من الشرش بتاع الجبنه دي. تمام. هبدأ بقى احط الشرش بتاعي كده، هحطه او اللبن بتاعي احطه واحده واحده مع العجين. الم العجينه بقى وتبقى معايا متماسكه زي ما انتم متعودين، وزي ما حبايبي اللي معايا يعني يعني عارفيني. بلم العجينه كده في بوله وبرجع كده انزلها على الرخامه واديها حقها بقى في العجن. لان اي عجينه لو في عجينه يا جماعه احنا عجنينها بلبن وبسمنه وحاطين فيها حاجات كتير قوي ومش معجونه كويس، ما بتديكيش ابدا نتيجة كويسة. لو في شوية دقيق وشوية مية ومعجونين حلو قوي واخدين حقهم في العجن، بيدوكوا نتيجة انت اصلا ما بتبقيش متخيلها. تمام. هفضل اعجن بقى اشد بقى ويعني واعجن زي ما انتم متعودين عليا في طريقة العجن المعتادة بتاعتي. انا عندي عجان يا جماعة، بس انا ما بحبش اعجن بالعجانة علشان لو محدش عنده عجان يشوف العجينة مثلا معجونة ازاي او وصل قوامها لحد فين. دي الفكرة من ان انا ما بشغلش العجان. تمام. وبعجن يعني معاكم، هفضل بقى اعجن كده على الرخام رايح جاي لما اخد القوام اللي انا عايزاه واخد الملمس المطلوب للعجينة. ما شاء الله العجينة ناعمة ملساء طرية مش بتلزق، هي طرية ومش بتلزق في ايدي، ودي ملحوظة مهمة جدا ولازم ناخد بالنا منها. هي طرية العجينة بس مش بتلزق في ايدي ولا في الرخام. تمام. يعني ما نكترش المية قوي وتبقى بتلزق كده وتضايقنا في الشغل، علشان بس ايه يكون الموضوع معانا ماشي مظبوط. هفضل بقى اظبطها كده، ولما خلاص بقى خدت حقها في العجن يعني عجنتها كده يعني من 10 دقايق لربع ساعة تقريبا على الرخامة، هبدأ بقى كده احطها في البولة بتاعتها بتاع العجن عادي جدا، وهغطيها بقى بستريتش راب. وهعمل ايه؟ ما عملت سخنتش ميه ولا اي حاجه، انا كنت بحضر غدا فسبتها جنب البوتاجاز وانا بطبخ، فاختمرت معايا يعني بسهوله، ما خدتش اي وقت خالص. تمام. ولكن مغطياها بس فوق الاسترتش راب بفوطه علشان برضو ما يعني العجينه ما تبردش مني، لان طول ما العجينه يعني في حته برد مش بتخمر طبعا بسهوله. تمام. طبعا بعد ما خمرت كده وتضاعف حجمها، يعني مش قوي بس تضاعف حجمها والخميرة بدأت تمشي فيها، هحضر بقى ايه الادوات بتاعتي، وهبدأ بقى ان انا كده ايه اشوف العجينة ما شاء الله نازلة هشة خفيفة طرية، حاجة كده يعني مظبوطة 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 يعني. آه، اشوف بقى كده الفها رول، وابدا ان انا بقى اعجنها يعني ايه اقطعها للدوائر اللي انا عايزاها او الحجم اللي انا عايزاه. الحجم اللي انا كنت عاملاه النهارده الى حد ما كبير شويه، ولكن انت لو حابه تصغريه اكتر من كده يبقى تمام. انا عاملاها قد حجم البيضه كده مره ونص. القطع اللي انا مستخدماها كلها 64 جرام،
كل القطع اللي انا مستخدماها. ولكن انت لو عايزاها تبقى 55 جرام مثلا او 50 او 60 جرام، دي برضو هتديكي حجم اصغر شوية. ولكن انا كنت حاباها تكون يعني تقطيعة كبيرة شوية، علشان تديني ايه الهشاشة تكون سهلة كده في الاكل مع الاطفال. تمام. معانا بقى كده 3 بولات. البولة الاولانية فيها نص كوباية من السكر ومعلقتين ونص كبار من القرفة. القرفة العادية اللي احنا بنطبخ بها وبنحطها على المحشي وعلى كل الحاجات دي، عادية خالص. تمام. وبنستخدمها برضو في السينابون. والبولة التانية فيها شوية سمسم حلوين، والبولة التالتة فيها مية. البولة اللي فيها مية دي هنزود فيها معلقتين كده من السكر وهقلبه. ليه بقى معلقتين من السكر يا مروة؟ علشان انا لما احشي القرص بتاعتنا القرفة والسكر واحطها في المية ام سكر دي، واجي بعد كده احطها في السمسم، تلزق لي السمسم في القرص. لو انتم ملاحظين السمسم ما سابش القرصة معايا وايه، ولازق فيها كده. لازق فيها ليه؟ من المية ام سكر. تقدري تحطي معلقة عسل ابيض في المية، وتقدري تحطي معلقة عسل اسمر برضو في المية لو انتي مش عايزة تحطي سكر. تمام. ولكن انا يعني انا اخترت الحاجة المتوفرة في كل البيوت يعني. تمام. السكر موجود والقرفة موجودة والسمسم يعني ب10 جنيه سمسم يعملوا لنا الوصفة فل وتقضي وهتبقى تمام وزي الفل. وطبعا الدقيق موجود، يعني الوصفة ما فيش فيها اي حاجة معقدة بقى، ولا اي حاجة يعني ان هي تكون يعني غالية علينا شوية. وسهلة جدا وبسيطة، واحسن ما نجيبها من بره احنا مش عارفين هي معجونة ازاي او ظروفها ايه. فالحاجة طبعا اللي بتكون معمولة في البيت بتكون احسن واوفر بكتير. تمام. حطيت بقى القرفة كده على السكر وقلبتهم في، لو انتم ملاحظين في البولة كده بتاع السكر والقرفة دي حتة سكر كده يعني مكلكعة او مكتلة، نستغنى عنها، لان دي ممكن تبوظ لنا وش القرصة بتاعتنا وتخليها تتقطع مننا، والقرفة تطلع كده منها وتسيح. لو انتم ملاحظين في واحدة برضو حصل لها كده بسبب حتة السكر اللي هي المكلكعة دي، فنشيلها. يعني عادي. في حاجات كده بتقابلني طبعا في الشغل، لازم اقول عليها برضو للامانه وللي يرضي ربنا، علشان مثلا ايه يعني يعني ما نخسرش شكل القرص حلو. عادي، كلها حاجات بسيطه يعني. تمام. هحط بقى في الميه ام سكر دي، وهشيل القرصه كده الحلوه الاموره دي، هحطها في السمسم. وبعد كده هحطها فين بقى؟ هحطها كده على الصينيه وابدا ان انا ابطط فيها. يعني هبططها يعني مش كبير، يعني مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي. تمام. حاجة بس كده ايه معقولة، واسيبها بقى على الصينية وهعمل غيرها علشان بس اخد نتيجة الى حد ما مظبوطة، ما تكونش حتة مكلكعة وحتة مش يعني واطية وكل الكلام ده. هبدأ بقى اعمل كده واحدة تانية، هبطط كده يعني هبطط حاجة بسيطة خالص، يعني مش تفردوها. لان لو فردتوها قوي وحطيتوا فيها الحشوة اللي هي دي، الحتة اللي في النص هتكون رقيقة طبعا، مع التخمير والتسوية وكده ممكن تفك. او مع التبطيط مع يعني كده بالقرص على الصينية ممكن تحسوها رقيقة والسكر يطلع منها. فنحاول ما نرققش يعني الوسط بتاع القرصة او الوسطانية بتاع القرصة، علشان بس ما فيش الحشوة ما تطلعش منها. هبدأ زي ما انتم شايفين بقى كده في المية والسكر، وبعدين السمسم، وبعدين ابطط كده على الصينية زي ما انتم شايفين. طريقة سهلة وبسيطة جدا يعني. هي مفيش فيها اي يعني افتكاسة، هي بسيطة ولكن بتفرق طبعا في تكات العجن والتخمير وكل الحاجات دي. بعد بقى ما خلصت الحشوة بتاع القرص كلها، تعالى بقى اما اقول لكم ال700 جرام دي دقيق دول عملوا لي 27 قرصة. لو احنا جينا نحسب كده ال27 قرصة دول بنشتروهم من بره مثلا، هم عاملين كام يعني؟ داخلين مثلا في حدود 2 كيلو. 2 كيلو لو احنا بنشتروهم من بره، شوفوا هنشتروهم بكام، ولو احنا عاملينهم في البيت هنعملهم بكام. طبعا البيت اوفر، ولكن هي يعني اللي بيكون بالتعب والمجهود طبعا على اللي واقفه في المطبخ ماشي. ولكن طبعا حاجه انت ضمنها كويس جدا، وعارفه انت هتاكلي ولادك ايه، وحاجه مضمونه، وحاجه يعني انت عارفه انت عاملاها ازاي. ولو هي معجونه بميه بس يعني، كمان مش فيها لبن ولا فيها كل الكلام ده. طبعا اللي بتيجي من بره احنا مش عارفين اصلا هي معجونه بايه. هحطها بقى على درجه حراره 240. تمام. بصوا يا جماعة يعني أي معجنات نعملها تخمر، احنا عايزين نسويها نثبتها على الحجم ده. فنثبتها ازاي على الحجم ده؟ الفرن يكون سخن قبل، يعني يكون سابق التسخين. الفرن يكون سابق التسخين بربع ساعة يعني.
ويكون محقق درجة الحرارة اللي هي 240 دي، والصينية تدخل وعلى طول والفرن سخن، الحاجة تثبت كده على وضعها. أول ما بتطلع بقى زي ما انتوا شايفين دهنتها كده بفرشة بنفس المية ام سكر اللي أنا كنت بغطس فيها القرص، مرميتهاش ولا حاجة، هي نفس المية ام سكر دي. القرص كده لما طلعت من الفرن وخدت الحمار المظبوط اللي انتوا شايفينه من فوق ومن تحت، دهنتها بالفرشة بالمية ام سكر اللي أنا كنت بعمل فيها القرص وهي طرية. وبعد كده بقى ايه يعني بشيلهم كل يعني صينية واحدة كده اللي عملتها أول مرة، وبعد كده باقي الصواني عملتها وشلتها حطيتها فين، على أول صينية، من ناحية يطروا بعض ومن ناحية برضو فيهم القرمشة اللي انتوا شايفينها. يعني صعب قوي تعملوا قرص وتجمع لك ما بين القرمشة والطراوة، بجد بجد هي حلوة. انا مبهوره بالنتيجه، يعني هي نتيجتها كويسه قوي، لان انا اكلتها بره. يعني انا اكلتها بره ولا في فرق شاسع طبعا من اللي بيتعمل في البيت واللي بيتشرى وكل الكلام ده. تسويه مظبوطه ونتيجه مظبوطه في مليون المية. طبعا حاجه يعني مضمونه. وكل الحكايه يا جماعه يعني 700 جرام دقيق، يعني الموضوع مش هيكلفنا 25 جنيه مثلا يعني. وهنطلع طبعا حاجة حلوة وحاجة احنا عارفين احنا عاملينها ازاي. طرية، شوفوا هي يعني هي مقرمشة وفي نفس الوقت هي طرية، فنتيجة حلوة قوي. وطبعا هي مش محتاجة غير كوباية شاي، كوباية شاي سادة كمان. هي في كمية السكر اللي فيها حلوة قوي كده. مش محتاجة أي حاجة تانية، بسيطة. لو لسه ما عملتش بقى لايك للفيديو والفيديو عجبك، متنسيش بقى تعملي لايك وشير للقناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وطبعا برحب بحبايب قلبي. وحشتوني طبعا من الفيديوهات اللي فاتت كلها، يعني انا متأخرة عليكم شوية بس ربنا يا رب كده يحسن ما بين ايدينا كلنا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين بقى ايه. دي قرصة كده طرية عملتها، وان شاء الله استنونا بقى هنعمل فيديو جامد للقرص الفلاحي، حاجة كده يعني عظمة. ان شاء الله مع بعض، بس ربنا يا رب يدينا ويديكوا طولة العمر ان شاء الله. زي ما انتم شايفين بقى، شوفوا القرص عاملة ازاي. حاجة كده والله يا جماعة يعني بتتكلم عن نفسها. يعني القرص دي ما باتتش يا جماعة. ما عادش فيه قرص اصلا، يعني انا بذيع الفيديو وهو ما فيش قرص عندنا خالص يعني. الحمد لله. يعني حاجة كده يعني تشرف طبعا، حلوة على الفطار بقى وعلى الغدا وعلى كل حاجة. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم ان شاء الله في رعاية الله وحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.